زمان كان ممكن اعمل لك كده بقى ويطلع عضله كده تبوظ، بس ما بقاش فيه. كام بقى؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من حلقات رمضان. فيديو النهارده بقى يا معلم تحليه، مش اللي هي بتجيب لك غيبوبه سكر، لا حاجه كده سكرها خفيف بس بتضرب في الدماغ كده تكيفك لحد ما تصحى تاني يوم. شعريه بالكاكاو. طول عمرنا بنسمع عن شعريه باللبن، شعريه معاها قشطه، لكن شعريه بالكاكاو دي هبده مني، قلت اما اجربها كده لو ظبطت تبقى تحليه جامده قوي بعد الفطار. فمن غير رغي اكتر من كده تعالوا بينا بقى على المطبخ نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه معانا بقى في الطاسه بتاعتنا الجميله شويه سمنه كده، مش كتير يعني، معلقه كده ولا حاجه، ممكن تبدلوها بزيت مش شرط سمنه، بس انا هعملها سمنه كده عشان تدي طعم احسن. الطاسه دي لو باظت هنروح في داهيه. هننزل عليها بقى بكوبايه شعريه، انزل كده بالكوبايه وافضل قلب فيها كده لحد ما لونها يتغير معانا وتحس انها بقت بتقرمش كده ومحمره. حاليا احنا وصلنا للشكل ده كده، هي بدأت لونها يغير وبدأت تتحمر، بس برضو لسه عايزينها تبقى لونها ذهبي كده. اهم حاجه بس تفضل تقلب عشان الشعريه قموصه، لو سبتها لوحدها دقيقه ممكن تلاقيها شايطه، وده الشكل اللي احنا عايزينه بالظبط. بص لونها بقى ذهبي كده وحلوه ومقرمشه وزي الفل. دي بقى يا باشا التركايه كلها، كوبايه لبن عليها معلقه كاكاو ومعلقه سكر دوبناهم مع بعض، وانزل بالكوبايه دي بقى على الشعريه. الدش ديت بتغسل الواحد من جوه، يخرب بيت لازم اتلسع. اديها تقليبه كده وبس كده يا معلم، على نار هاديه خالص بقى، سيبها تغلي مع نفسها كده مع الكاكاو وتاخد وتدي معاه لحد ما تستوي. بعد ما تستوي بقى نرجع نوريكم شكلها بقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه ده شكلها بعد ما استوت، وريحتها يعني ريحه الكاكاو ضاربه في كل حته. فاحنا دلوقتي هنطلعها في اللي هنقدم فيه ونقول لكم راينا فيها بقى. بص بقى احنا عايزين نعمل لقطه منتجيه كده، هرمي لك دي كده وانت تتسلقاها. دي منتجيه؟ امسك بس دوق. ايوه امسك زي ما خليق ربنا كده. يا اسطى جامده قوي يا اسطى، يا اسطى. يا ابني انت في ايه؟ بطل صياح شويه، كانت ناقصه شويه سكر بس. مظبوطه. انا حاسسها كانت عايزه معلقه سكر يعني تاني. انا اللي ما عنديش سكر شايفها مظبوطه، وانت يا معتوه اللي عندك سكر والمفروض بتاخد سكر قليل شايفها ناقص سكر. انا من رايي طعمها جامد جدا وكل حاجه، بس كانت ناقصه كده ايه، نص معلقه سكر، معلقه سكر كده تبقى ايه يعني، تحس ان في حاجه حلوه في الموضوع. هي جامده وكل حاجه بس كانت ناقصه شويه سكر كده حلوين، بس هي جامده فعلا. جوز الهند برضو مديها طعم في حته تاني خالص. انهي وانت عمال تاكل. ما تحب تنشن لازم تصيد. احسن. ده ربنا عشان انت تفتري عليا. طب يلا بقى نقدم القهوه. بس كده يا جماعه فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده بقى يا معلم، لو عندك هبده جديده، افتكاسه، تجربه فاشله وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على الانستا، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي سيدوني اللي ورا الكاميرا عشان خاطرك انت. ونشوفكم الفيديو الجاي. لا ثانيه بقى، لازم نعملوا حركه جديده. بس يا احمد، بس يا احمد كده ونقفل الكاميرا بقى زي الناس اليوتيوبرز اللي عندهم ملايرات. انت عندك كاميرا بروفيشنال فيها ليها غطا؟ لا ما هو الغطا بتاعها الازاز اهو. ده غطا الكاميرا بتاعتك اهو. بص عملت ازاي، مش قفلتها. اسكت يا اسطى، اعمل زي ما انت بتعمل كل مره واسكت. مش عامل. ما تقولش كده. مش عامل. وهتقفل الفيديو، ولو ما قفلتوش هسحب منك الطبق اللي انت عمال تاكل فيه. ها نقفل الفيديو.